السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي قناة لينا. اليوم حضرت معاكم المتوم على طريقة الغرب الجزائري، يعني اللي نعتمدوه في أعراس الغرب وفي المناسبات، يعني مع سر الكفتة اللي راح تجيكم طرية فرماج، يعني وطريقة الصوص اللي تكون خفيفة وقليلة يعني وبنينة. هنا كانت عندي كمية من اللحم المرحي، زدت لها شوية من البصل المرابي، وزدت لها الثوم سكين كبير، وشوية فقط تاع ملح والحرور وشوية زبدة، وعندي حبة بيض. للعلم هنا الزبدة نستعملها راح تعطيني شوية تاع طراوة للحم المرحي، وكذلك لا شابليغ اللي راح تخلي لنا يعني اللحم المرحي الكفتة تاعنا طرية وبنينة. هنا راح نزيد لا شابليغ وراح نحاول نجمع الخليط. بطبيعة الحال يعني كمية البيض ولا شابلوغ تعتمد على كمية اللحم المرحي اللي عندك. يعني إذا كانت عندك كمية كبيرة كما راكم تشوفوا عندي شوية، راح اعتمد حبة بيض واعتمد حوالي 3 ملاعق لا شابلوغ. هنا ننتقلوا للصوص اللي اعتمد فيها شوية تاع زبدة وشوية زيت، وراح ندير اللحم اللي عندي ونقليه ونخليه يتقلى مليح. وبعد ما يتقلى مليح راح نزيد له البصل رابي. يعني سر البنة في المراقي ولا يعني الاشياء يعني لي صوص اللي تستعمليهم هما القليان، يعني تقلي مليح باش تكون عندك هذيك البنة شابة. هنا كما راكم تشوفوا اعتمد شوية تاع بصلة، وراح نعاود نخليها تتقلى مليح، وبعدها عادة نزيد لي زيبيس اللي عندي. كما راكم تشوفوا هنا زدت عود قرفة، شوية سكينة جبير، شوية تاع الحرور، وشوية زعفران، وشوية فقط تاع الملح، لانه الكفتة على بالكم بلي رانا دايرين فيها شوية ملح. يعني تاني الصوص نديرو غير شوية لانه باش ما تجينيش هذيك الصوص القليلة مالحة. هنا نزيد الماء ساخن، ونتعمد اني نزيده على الجنب ونبقى نزيد بشويه، يعني باش هذاك الجو ما نكاسيهش، يعني يبقى توجور محافظه على هذاك الجو. هنا نخلط كما راكم تشوفوا بهذه الطريقه. انا نتفادى اني نزيد الماء فوق اللحم، يعني ما نبغيش نقلح هذيك البنه اللي نكون قليت مليح. كما راكم تشوفوا نحاول اني ندير شويه. انا ما نكثرش الماء لانه نستعمل دائما يعني الطياب على نار ناقصه، لهذا يعني ما نعتمدش كميه الماء كبيره. بعدها ننتقل للشامبينيون اللي راح نستعمله. استعملت شويه يعني زبده اللي وريتها لكم في الفيديوهات السابقه، اللي نعتمدها قبل رمضان وندسها يعني تكون عندي واجده. هنا يعني سخنتها شويه، وزدت الشامبينيون اللي عندي وراح نخليه يتقلى فوق الغاز شويه، يعني حتى يصير كما راكم تشوفوا، ونخليه بجيه. يعني نحطه بجهة باش نرجع للصوص اللي عندي. كما راكم تشوفوا هنا راه عندي طابل اللحم غاية، كانت عندي صوص خفيفة كما راكم تشوفوا يعني قليلة. راح نزيد البولات تاع الكفتة اللي كنت خدمتهم، وحاولي انك يعني كما نقولوا حنا تكوريهم غاية باش يكون الشكل تاعهم مليح. هنا حطيت كاع كمية اللحم المرحي اللي عندي، وراح نزيد شوية فقط على الماء الساخن، لأنه هنا كانت شوية صوص قليلة، يعني كان فيها شوية شحم، لهذا كانت هي قليلة. تعمدت نزيد شوية ماء، وكذلك نعاود نبل عليها ونخليها في النار الناقصة كاع. وبعدها راح تشوفوا كيفاش تكون عندي صوص قليلة وبنينة، وتجيك مجمرة وشابة. يعني إلا حبيتي طيابك يكون شباب، دائما اعتمدي النار تكون ناقصة، واعتمدي أنك تقلي يعني مليح. كما راكم تشوفوا هنا راهي عندي صوص شابة. هنا كنت شوية مقلقة، يعني حاولت اني نصور لكم يعني كل التفاصيل، كيفاش يعني كانت الصوص، كيفاش كان هذاك اللحم طايب طري، كيفاش كانت الكفتة المرحية يعني كيفاش جاتني. كما راكم تشوفوا يعني هذه هي الطريقة اللي نعتمدوها احنا ناس الغرب، يعني في تحضير المتون. وبعدها رشيت بالشامبينيون، وكما راكم تشوفوا الكفتة يعني طايبة عندي فرماج كما نقولوا. وبصحتكم